رئيس وزراء الهند يبدأ جولة في 3 دول تشمل إثيوبيا لتعزيز العلاقات. الحكومة الإثيوبية تنظم حوارات وطنية لتعزيز الوحدة والتنمية الشاملة. أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام. هذه نشرة إخبارية تأتيكم من قناة هيئة الإذاعة والتلفزيون الإثيوبي، نقدمها لكم من عاصمة أديس أبابا. بدأ رئيس الوزراء الهند نارديرا مودي اليوم الثلاثاء جولة خارجية تشمل 3 دول في غرب آسيا وإفريقيا، وتهدف إلى تعزيز الحضور الدبلوماسي والاقتصادي والاستراتيجي لبلاده في هاتين المنطقتين وفقا ما أفادت به وسائل إعلام هندية. واستهل رئيس الوزراء الهندي جولته بزيارة إلى المملكة الأردنية الهاشمية تزامنا مع الذكرى 75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وعقب زيارته للأردن يتوجه رئيس الوزراء الهندي إلى إثيوبيا في أول زيارة رسمية له إلى البلاد منذ توليه رئاسة الحكومة. ومن المنتظر أن يعقد مودي في العاصمة أديس أبابا محادثات مع رئيس الوزراء الإثيوبي الدكتور أبي أحمد تركز على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والشراكات التنموية وبناء القدرات. وتعد أديس أبابا مركزا دبلوماسيا محوريا في القارة الإفريقية لاحتضانها مقر الاتحاد الإفريقي، فيما تربط الهند وإثيوبيا بعلاقات تاريخية طويلة في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية والتعاون الفني. وتختتم الجولة بزيارة إلى سلطنة عمان التي تحتفل هذا العام بمرور 70 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية مع الهند. وأكد مسؤولون هنود أن هذه الجولة تعكس سعي نيولودي إلى ترسيخ شراكتها مع دول محورية في غرب آسيا وإفريقيا وتوسيع مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة. أكد وزير الدولة لشؤون الحكومة وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الازدهار في مجلس نواب الشعب الدكتور تسفاي بيلجيجي أن الحكومة ماضية في تنفيذ خططها التنموية التزاما منها بحل القضايا التي يطرحها المواطنون بشكل تدريجي ومنظم. جاء ذلك خلال منتدى النقاش العام الذي عقد تحت شعار فضائل جوبا في مدينة بونغ بولاية شعوب جنوب غرب إثيوبيا. وشدد الدكتور تسفاي على أهمية التكاتف والعمل الجماعي لضمان نجاح المشاريع التنموية التي أعلن عنها رئيس الوزراء الإثيوبي الدكتور أبي أحمد، مشيرا إلى أن شعب كفا يتمتع بحضارة عريقة ما يستدعي تعزيز التحول الإنتاجي عبر رفع مستوى الإنتاجية في مختلف القطاعات. ومن جهتهم أشاد المشاركون باستجابة الحكومة لقضايا التنمية والحكومة الرشيدة التي طرحها المجتمع، مؤمنين الجهود المبذولة لتحسين الأوضاع المعيشية في المدينة. ومن جانبه أكد منسق التجمعات الاجتماعية في إقليم أوروميا وعضو اللجنة التنفيذي لحزب الازدهار سادات نشا أن حكومة مدمر نجحت في إخراج البلاد من أزمة سياسية واقتصادية معقدة، مشيرا إلى أن إعطاء الأولوية للسلام أسهم في تحقيق نتائج إيجابية على مستوى البلاد.
يعد البحر الأحمر ممرا حيويا للتجارة العالمية والسياسية الدولية، حيث يربط المحيط الهندي بالبحر الأبيض المتوسط، ويشكل طريقا مختصرا لنقل النفط، ويمر عبره نحو ثلثي التجارة بين الصين وأوروبا، إلى جانب كونه محورا لخطوط الاتصالات العالمية. وأكد خبير القانون المائي الدولي الدكتور كبد جبرة أن إثيوبيا رغم قربها الجغرافي من البحر الأحمر بقيت خارج دائرة التأثير في هذا الممر الاستراتيجي لقرون، مشيرا إلى أن الاكتفاء بالمراقبة لم يعد مجديا في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية. كما أضاف أن الحكومة الإثيوبية تعتبر قضية الموانئ مسألة مصلحة وطنية وأولوية استراتيجية طويلة الأمد، مشددا على أن إثيوبيا تحتاج إلى منفذ على البحر الأحمر مع احترام القانون الدولي ومبدأ التشاور مع جميع الأطراف المعنية. وأشار الدكتور كبدة إلى أن الميناء يمثل نافذة أمل لإثيوبيا لاستعادة دورها الطبيعي في حركة التجارة الإقليمية والدولية وتعزيز الأمن القومي والمصالح الاقتصادية للبلاد. وصفت نومابيتا أوليفي تامبو ابنة الزعيم الجنوبي الإفريقي الراحل أوليكار تامبو سد النهضة الإثيوبي الكبير بأنه نصر أدوى الثاني ورمز للفخر الإفريقي وتأكيدا على تقرير المصير. وخلال زيارتها لموقع السد أشادت أوليفا ببناء المشروع اعتمادا على الموارد الوطنية والإرادة الشعبية، مؤكدا أن السد يثبت قدرة إفريقيا على إنجاز مشاريع كبرى دون تدخل خارجي أو شروط قروض مشروطة. وقالت إن سد النهضة ليست مجرد مشروع توليد الكهرباء، بل محطة تاريخية تعكس الهوية والكرامة الإفريقية، مشيدا بالتضحيات التي قدمها الشباب الإثيوبي من خلال المساهمة المالية والتطوع والدفاع عن المشروع. وأضافت أن السد سيسهم في تعزيز التنمية وتسريع التصنيع وتحقيق التكامل الإقليمي وتقليل اعتماد إفريقيا على الطاقة المستوردة، داعية الدول الإفريقية إلى استلهام التجربة الإثيوبية في تعبئة المواطنين والحفاظ على المصلحة العامة والثبات أمام الضغوط الخارجية. أكد خبراء أن إثيوبيا تواصل جهودها الملهمة لتعزيز السلام والتنمية والتكامل الإقليمي في منطقة القرن الإفريقي. وأشاروا إلى أن استثمار البلاد الضخم في البنية التحتية خصوصا في قطاعات الطاقة والنقل ساهم في تصدير الكهرباء للدول المجاورة وتسهيل التجارة الإقليمية، ما يعزز النمو المشترك والاعتماد الاقتصادي المتبادل. وأوضحوا أن مشاريع الطرق والممرات الإقليمية حسنت الوصول إلى الموانئ والأسواق، مؤكدين أن إثيوبيا تلعب دورا قياديا في ربط الدول المجاورة وتحقيق التنمية المستدامة. كما أشادوا بالدور التاريخي لإثيوبيا في دعم تحرير إفريقيا من الاستعمار، مؤكدين أن جهودها الحالية لتعزيز السلام والأمن حظيت باعتراف دولي، وأن التعاون مع الدول المجاورة يقوم على الصداقة والتنمية المشتركة والاستخدام العادل للموارد الإقليمية. أشادت نائبة وزير الزراعة والموارد المائية في ناميبيا روثي ماسيك بالتوسع الكبير
في إنتاج القمح في إثيوبيا، واصفة التجربة بأنها نموذج يحتذى به في إفريقيا، ودعت لتعزيز التعاون القاري لمواجهة انعدام الأمن الغذائي. كما أوضحت ماسيكي أن نجاح إثيوبيا في تحويل نفسها من مستورد رئيسي للقمح إلى منتج مكثف ذاتيا ومصدر يعكس الإمكانات القارية لتعزيز الإنتاج الغذائي من خلال الجهود المنسقة والشراكات التقنية والسياسات المشتركة. وشددت على أهمية الاستثمار في التعليم الزراعي والصحة النباتية وإرادة أمراض الحيوان، والابتكار في البذور المقاومة للجفاف، وتبني الممارسات الزراعية الذكية مناخيا، إلى جانب تبادل الخبرات بين الدول الإفريقية لتعظيم القيم الغذائية والاقتصادية للقمح. ومن جانبه أكد ممثل البنك الزراعي الروسي أندري دانوف على أهمية التعلم المتبادل بين إفريقيا وروسيا في مواجهة تحديات تغير المناخ، مشيرا إلى دور المنتدى الدولي لضمان السيادة الغذائية الذي عقد في أديس أبابا كمنصة لتعزيز العلاقات التجارية المباشرة. يشهد قطاع السياحة في إثيوبيا نموا ملحوظا بفضل استثمارات حكومية ضخمة ومبادرات مبتكرة لتعزيز مكانة البلاد كوجهة سياحية عالمية. وتسعى الحكومة بقيادة رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد من خلال برنامج العشاء من أجل الوطن إلى تطوير الوجهات السياحية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك منتجعات ونزل عالمية مثل هلالاكيلا ومشروع وونشي للسياحة البيئية، ومنتزه تشيبرا تشورو الوطني، فضلا عن قرية بينونا التي توفر عوائد اقتصادية للمجتمعات المحلية. ويستفيد القطاع من المزج بين التراث الثقافي الغني والمواقع التاريخية الاستثنائية والبنية التحتية الحديثة بهدف جذب السياح المحليين والدوليين وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام. وتشير التقديرات إلى أن السياحة العالمية ستدرى أكثر من 16 تريليون دولار خلال العقد العام، مع توفير نحو 450 مليون وظيفة، ما يعكس الفرص الكبيرة التي تستمر فيها إثيوبيا لتبوء مكانة رائدة في السياحة الإقليمية والدولية. مشاهدينا الكرام، قبل ختام النشرة تذكيرا بالعناوين. رئيس وزراء الهند يبدأ جولة في 3 دول تشمل إثيوبيا لتعزيز العلاقات. الحكومة الإثيوبية تنظم حوارات وطنية لتعزيز الوحدة والتنمية الشاملة. متابعينا الكرام، إلى هنا تنتهي نشراتنا الإخبارية لهذه الساعة. نشكركم لحسن المتابعة، بأمان الله.